اهلا بيكم اعلاميين، صحفيين، مواقع، معانا او مش معانا، بتكتب احيانا كلام هو بينقل مباشر، بيقعد بيكتب رايه، ففي ناس بتشوفك، فبلاش تكتب رايك السلبي وانت في نادي الزمالك عشان عيب. والاخ بس اللي رجله في وشنا، احنا محترمين كل الناس. ايوه، اول حاجه انا بشكر اعضاء وعضوات الجمعيه العموميه المحترمين، تاني المحترمين، ان النادي الخميس اللي فات الصبح ما كانش فيه جنيه. تاني، ما كانش فيه جنيه. بعد اذنك يا هانم، ايوه حضرتك اقعدي كويس. ايوه حضرتك، الصحه والنظر ضعيف بس بشوف الحاجات السلبيه. ده انت لسه تحت التمرين، امال لما تبقي مراسله جامده هتعملي فينا ايه؟ اعضاء وعضوات الجمعيه العموميه اثبتوا للدنيا كلها ان الناس محترمين ومحترمات. بمجرد ما قلت لهم الخميس اللي فات ظروف النادي الماليه، ملايين تدفقت في خزينه النادي. تاني، فلوسكم انتوا الاعضاء والعضوات، واحنا عملنا مبادرتين او ثلاثه. المبادره الاولى مع السيد وزير الماليه، مشكورا استجاب فورا وشكل لجنه وشكلنا لجنه لرفع الحجز. المبادره الثانيه مع اتحاد الكوره عشان نشوف ايه المديونيه ونعمل اتفاقيه عشان ما يبقاش علينا فلوس. يوم الاحد ان شاء الله هنمضي مع اتحاد الكوره، يبقى خلصنا مشكله اتحاد الكوره. المبادره الثالثه مع ممدوح عباس رافض يرفع الحجز، وبيقول للدوله ده متساب ليه؟ ده احنا المبادره باختصار شديد كانت كلمتين: انت ليك فلوس؟ طيب هنعمل لجنه، مدير المالي بتاعك، الولد بتاع الشؤون القانونيه بتاعك، مدير المالي بتاعنا، الشؤون القانونيه بتاعتنا، وناس من وزاره الشباب محترمين، ومن الرقابه الاداريه وجهاز مركزي للمحاسبات. ورينا ورقك يا ممدوح اهو. طب الفلوس دي احنا سددناها، فين ورقك يا زمالك؟ اهو. مش انا، ده زمالك، لانه ملوش حاجه، رافض ومصمم يكمل هو وابنه ايمن الحجز على فلوسكم. واقسم بالله العظيم انه خد الفلوس دي قبل كده اكتر من مره. فالدوله استجابت، اتحاد الكوره استجاب، لكن ده دوله داخل الدوله. تاني، ممدوح عباس عامل دوله داخل الدوله. مش انت ليك فلوس يا عم؟ تعال عشان تاخدها. طب تاخدها ازاي؟ بالورق. طلع لي القضاء القصه دي، ما تدخلناش في صدام مع قضاة مصر العظام من فضلك. الموضوع سهل جدا، انا لي 10 قروش بجيب وراهم، حضرتك بتقول لك سددت، وريني ورقك. هي دي مفاقي، مش كيمياء. وترفع الحجز، عشان المشكله مش في 100 مليون جنيه اللي جوه البنك، المشكله ان احنا مش عارفين ندخل جنيه. يعني احنا لينا فلوس مصطفى فتحي، ولينا الفلوس بتاع سيف الجزيري، ولينا الفلوس بتاع البطوله الافريقيه اللي احنا دخلنا فيها دي، مش عارفين ندخلهم. هو ده مين يا جماعه؟ ومسلط شويه عيال. انا حسين لبيب، النادي مخطوف، يعني الجمعيه العموميه دي هي اللي خاطفه النادي؟ سبحان الله. يا عم قلنا لك 100 مره انزل الانتخابات، تعالى ورينا نفسك. انا اول مره اشوف واحد مأجر اوضه مفروشه في عماره ومأجر لمده شهر، عايز يطلع صاحب العماره. انت يا ابني لجنه جت شهرين 3، انا رئيس نادي بالانتخاب من 2005، ويطلع يعمل مداخله مع الواد الاقرع ده، السهرين الاقرع، وبعدين هادي شكري، بعدين الواد الثاني اللي اسمه مش عارف مين، مداخلات،
وبعدين الواد اسمه عمرو ادهم، والله العظيم ما اعرف شكله، يخش مع عيل ما اعرفش اسمه، مش عيل كده بيلبس بامبرز في قناه النهار، قليل الادب، عايش في الدور. مين ده؟ مين ولا مشخ ده؟ يقول له ايه؟ ادي العود، يعني انت اللي سارق العود؟ سبحان الله. في الوقت اللي احنا كلنا كنا بندور على جنيه، الظروف دي النادي ما كانش فيه جنيه. اللي بيقول لك ايه، اصل انا رجعت حمامات السباحه والبلاي ستيشن. من فضل الاخوه الاساتذه الاعضاء اللي بيتمشوا، من فضلك نقعد في مكان. بعد اذنكم نقعد في مكان لغايه ما نخلص الربع ساعه دي، عشان في كلام هيتقال المفروض الاعضاء يعرفوه. فبعد اذنك وبعد اذنك نقعد. طيب هو البلاي ستيشن ده، هو انا جد او اب عندي اطفال، انا جاي النادي ليه؟ عشان اطفالي. ما انا ممكن اقعد على قهوه، ما ممكن السيده الفاضله تبقى مع صحباتها ولا مع اسرتها، اختها، اخوها، عيلتها يعني. انما كله جاي عشان الطفل ده يبقى عنده بلاي ستيشن مجاني، تنس، سباحه، كوره. كلنا كده بنيجي عشان كده. ايه البلاي ستيشن ده؟ ده عيل من لجان بيبو. انا نفسي حد في الله، طبعا مع احترامنا لجمهور الاهلي العظيم، نفسي حد يقول لي هو شاف الجون بتاع الاهلي لما دخل اول مره في نادي الوداد؟ حد شافه؟ احنا فاكرين الناس بتصور. طب ليه انت مش عايز توريه لنا يا ها؟ طب وتشوف ازاي؟ هو انت فاكر الفعال هو اللي جابه؟ لا. فاللجان دي عماله تقل ادابها، وبلاي ستيشن والحاجه مش عارف ايه، وانتم مفلسين. على الاقل ما خدناش من تركي الشيخ 228 مليون جنيه نعمل نادي وخدنا لنفسينا. هنا الشرف وهنا الامانه. وكون البلاغ بتاع تركي الشيخ اتحفظ، ده لو واحد فيكم يا جماعه شتم واحد او ضرب واحد بالقلم، جنحه بسيطه، بيتصير في الاسم والنيابه. لم يسأل محمود الخطيب لا في اسم ولا في نيابه في البلاغ ده، انما احنا اللي بنتسأل، واحنا اللي بنتحبس، واحنا اللي بنتعزل. فبلاش قله ادب، عشان ايه؟ الرد سهل عليكم. تاني، الرد سهل. وخلينا محترمين هذا الكيان اللي انا دايما بقول جماهير الاهلي المحترمه فوق دماغنا، زي جماهير الزمالك بالظبط. شجع فريقك كما تشاء، انما 10 12 عيل، الواد ابو راسين والواد اللي بيرايل ده والعيال السفله دول، هتقل ادبك هنجيب الواد الكبير بتاعك. حمامات سباحه مفيش كمان نجيب كلور. فاخضرت في بكتيريا كولر سبب مين؟ ان محجوز على 100 مليون جنيه في بنك، ومش عارفين نجيب بقيه الفلوس، ندخل اي جنيه. فالحمد لله، الشكر لربنا والاعضاء والعضوات، هذا التدفق الغير مسبوق ده عشمي في الاعضاء والعضوات، لان ده جماهيره اعظم جماهير في التاريخ، واعضائه اعظم اعضاء في التاريخ. في خلال اسبوع ملايين بقت في النادي، الناس كلها عرضت. النهارده خلصنا عقد سيف الجزيري. سيف جعفر كان موجود معايا، جاي بكره ويمضي ان شاء الله. خلاص، ما مش انت مش هعمل تعاقدات عشان الاهلي تقول لك ده اللي كان عندك فلوس. المسباسي عقده خلص، اخ احمد عادل وعبد الفتاح واحمد مرتضى جايبين لاعب سله ممتاز ولسه، وبندعم. واي فريق اشتكى ناديه عايز تفسخ افسخ، كلامي واضح. انتوا خدتوا بعضكم على كرة اليد وعملتوا شكوى وكذبتوا فيها، وانتوا بقالنا سنه ما قبضناش. احمد معباكم من شهرين، حضرتك اكبر من نادي الزمالك. لا انت مش اكبر من نادي الزمالك، وانا من النوع اللي ما بتهزش.
اصل ده كذا، اصل هم دول يعملوا زي العمال اللي استحملوا النادي شهرين ثلاثه من غير مرتبات واشتغلوا خدموا النادي. انما انا عايز اروح السعوديه، اروح اتفضل خد الفلوس، لو اديني كويت اتفضل، طب اروح البحرين اتفضل. ف اي لعبه مش عاجبها ظروف نادي الزمالك اتفضل حضرتك، ما نتحايلش على حد، ده نادي الزمالك. لما رجعت، ما انا مش عارف رجعت امتى، انا بروح وارجع، الناس بتقول لي الحمد لله على السلامه، بعد اسبوعين اتعزل وبعدين ارجع او اتجمد ارجع الحمد لله على السلامه، اقعد اسبوعين اتحبس ارجع الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه كتير معايا، بقت حاجه رخمه وبايخه، تاني رخمه وبايخه. الاستاذ اللي مدور العربيه بيلف بيها النادي، حضرتك اركن العربيات دلوقتي من فضلك، من فضل حضرتك يعني. طيب الاذان جدا، ممكن ناخد راحه بس كده لغايه ما يخلص الاذان؟ يا استاذ من فضلك، مش عايز امن هنا يا استاذ، يا لابس اسود، حضرتك مش امن. بعد ما نخلص هسلم عليكم وابوسكم عشان ده بيضايق ناس كتير. ف الحمد لله على السلامه، بقت كتير، بقت زهق وبتجربوا. قعدت سنه بره النادي خرب، والخرب خارب يا نبيب. تقول لك انا واخد بطولات بتاعت لعيبتي ومدربيني، وانت ايام ما طلعت قبل ما يطلعوك على الكرسي قلت ده الفضل الاول بعد ربنا، المستشار مرتضى دول لعيبته وده اجازه وهو ده تمام. ربنا كرمنا واختبرنا بمنحه في سجن وادي النطرون عند الشيف البلجيكي. شهر النادي خرب، ويقول لك احنا خسرنا افريقيا. ايوه، لانه اول ماتش في تونس الصبح راح خبر حبس رئيس النادي. طب اعمل ده في النادي الاهلي اللي الرئيس ما بيتحبس، ما عندوش حد بيتحبس ولا بيتعزل ولا بيتجلد ولا بيتحل. اوعى تعمل مقارنه. مقارنه بايه؟ ده كويس ان النادي ده عايش وخدت 13 بطوله في حوالي شهر. رجعت لقيت النادي زيرو، وانت لما تروح تلعب ورئيس ناديك محبوس، انا كلاعب مين يديني الفلوس؟ عادي، استقرار. تم اللي حصل لنا خليه في النادي الاهلي. مجلس ادارته مش دعوه بالجمهور واعضاء الجمعيه العموميه، مش هياخد حاجه. وبعدين يا ريت احنا عندنا اطهر الطاهر. تخيل انا كده وانا نايم في البيت، كان عندي قضيه في محكمه، رحتش الجلسه، قالوا لي هي انت كسبت القضيه. ازاي؟ قالوا له انت كسبت القضيه. هو ايه الجهد اللي اتعمل غير ان اطهر الطاهر ضيع ضربه الجزاء؟ ومشينا بقى بعد كده بقى الخناقه بتاع الرجاء رئيس النادي والنائب بتاعه واستقالوا، وبعدين نادي الترجي الجمهور شتم بعضه وضرب بعضه وسته اتعوروا، والجماعه بتوع المغرب بتوع الوداد لما جيهم هنا مشكورين، احرف لاعب عندهم بدل ما يلعب راح عمل عمليه الزايده الدوديه في القصر العيني. خلاص كفايه بقى. اوعى تقارن الزمالك باي حد تاني، اوعى. شات هيقول لك ايه؟ الاهلي يكسب الترجي، يشتموا رئيس نادي الزمالك. يا ابني اشتم، ان المفروض رئيس نادي الترجي هو اللي بتشتم، ما ياخدش انا اللي بلعب. الرجاء مش شاتمين رئيس نادي الزمالك. هو انت عايز تشتم وخلاص؟ ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه، مش عندنا، عند الملايين من جماهير الزمالك، وعرفوا نقاط بيضاء.
لجان بتقبض، دول بتوع لبيب ودول عباس ودول زفت الطين ودول هباب، ولا لكم قيمه ولا لكم لازمه، والناس عماله تتفرج. يقول لك ايه، هو ليه ما اشتكاش كهرباء عشان ما يلعبش الماتش؟ يعني انت متصور احنا قدمنا شكوى لجنه الانضباط في اليوم دون هتمنع من اللعب؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ طيب هو انت متصور ان كهرباء لما لعب تألق؟ لا، ده اتغير. هو كهرباء لما اتغير مش الجون جه؟ يبقى ايه دوره؟ لا احنا عايزين نشتم. ما انتوا عارفين اللسان طويل، قلت قبل كده مش عاجبه يشرب من خراره، مش عايزين قله ادب. وبعدين مش كل حاجه، مش كل ما يعرف يقال. لا ده مش هينسحب من السوبر، مش هيعتذر، اعتذرنا. لا يا مش هقدم شكوى لفيفا، قدمنا. طب ليه ما قدمش؟ لا انا مش شغال عندك خالص. ده مجلس اداره منتخب محترم ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب في اللي انت مش فاهمه، ومش هفسر اكتر من كده. انت فاهم احنا بنعمل كده ليه وما عملش كده ليه؟ انت فاهم؟ لا انا عايز اقل ادبي، لكن جمهور الزمالك العظيم بيرد على العيال دي، بيرد دلوقتي. انا شايف بيرد عليهم. الوقت المناسب هنقدم عشان نوقف كهرباء في الوقت اللي يناسب مجلس الاداره اللي موجود. وهات لي اي مركب في الدنيا، اي مركب بيسوقها 2 او طياره بيسوقها 2 بتقع، بتغرق. ما بالك بقى هنفترض ان نادي الزمالك ده سفينه ماشيه حوالي 20,000 عايزين يسوقوها. طب ما نروح يمين، لا نروح شمال، لا نرجع ورا لقدام، هتغرق تاني، هتغرق. فانا سعيد بالجماهير المحترمه اللي بترد على العيال دي. ولا وصاية على مجلس الاداره الا ضميرنا وربنا سبحانه وتعالى وعد اجر الامنيه. دورنا نسعد الجماهير، بس مش دور ان 20 عيل او 30 او 40 او 50 عيل هيقودوا النادي، ده مش دورنا. نرجع بقى لسبب المؤتمر النهارده، هو نادي 6 اكتوبر. بس قبل ما اتكلم عن نادي 6 اكتوبر، انا رجعت لقيت عشان تضم الابن فوق السن او الزوج او الزوجه تعمل فصل، او الست اللي اتطلقت كان 30,000. انا عملتها على مسؤوليتي 6,000. وكان قبل ما امشي كانت التوابع الاب والام والزوجه عشان تجدد بتدفع 350 جنيه، البنات عملوها 1000 جنيه. فانا خليت دي 6000 ودي 350. تقول لي وانت صفتك ايه؟ ارد عليك. ما احنا مش هنسيب اي عيل يقل ادبه في اي حته. مجلس اداره بالاجماع خد قرار، مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للعضويات والاشتراكات وله كافه صلاحيات مجلس الاداره دون الرجوع للمجلس. تمام؟ عشان يبقى اجراءاتنا سليمه. تاني، مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من ده قرار مجلس اداره وراح للسيد وزير المديريه، ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس. احنا بنعمل خدمه للناس، احنا بنوصل للناس. ورئيس اللجنه العليا للرياضه في النادي تعاقد اللعيبه ده بيعاقد مع ده، متعاقد مع ده، مفوض. مش انت بتتكلم عن اللوائح والقوانين؟ اهو مجلس الاداره المحترم فوضني. ورئيس اللجنه العليا للتعيينات ده انت هتتجننوا كده. مش انت مش عاجبك رئيس نادي؟
اديني جاتك 10 رؤساء نادي في بعض. كل ده عشان الناس. لان انا قعدت الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله في البيت، كلكم شفت النادي كان ازاي. انا رجعت الخميس، النادي النهارده فيه 70,000 و80,000. هو ده نادي الزمالك. احنا ما يهمناش الكلاب اللي بتهوهو، هوهو زي ما انت عايز. واحد مجنون مقدم شكوى بيقول لك ازاي بياخد اشتراكات قبل الميعاد. يا ابني ما هو 6 شهر 6 ده كله، بس انا بدل ما ادفع 30,000 بدفع 6. انا حاسس بظروف الناس. البلد في ظروف اقتصاديه صعبه. تاني، في ظروف اقتصاديه صعبه. ولما رجعت كان اول هم الناس تقبض عشان يعملوا خدماتكم، يخدموكم العمال والامن. كان اخر ميعاد النهارده بالسعر اللي انا عملته. ناس كتير بتكلمني وطبعا مبادره انت بتوفر 24,000 جنيه في الطلعه الواحده. هنمد لغايه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. هنمد المهله دي لغايه يوم الثلاث ان شاء الله. اللي هو السعر 6,000 و350 للتوابع قدامك لغايه يوم الثلاث باذن الله. اتمنى استفيد منها. وبعدين انا بيني وبين نفسي كده قلت هم يعملوا لي اكتر ما عملوا. حبسه حبست، تجديد اتجمدت، حلت حليت، عزلت عزلت. خلاص فضل اروح قلعه محمد علي. دي اللي فاضله. وقابل هناك المماليك. هو ده اللي فاضل. هتعملوا ايه فيا اكتر ما عملتوا؟ فقدامكم لغايه يوم الثلاث ان شاء الله. قرر مجلس الاداره عقد جمعيه عموميه يوم 11/8 يوم الجمعه. عشان كله بسامع وعارف. جمعيه عموميه غير عاديه، وجمعيه عموميه عاديه، وجمعيه عموميه انتخابات. الجمعيه العموميه العاديه الميزانيه. البالي بيقول لك نكسب، بيقول لك سايب ميزانيه. انا بقعد اضحك. صدقت نفسك يالا بمنتهى اصفر يالا؟ مش عارف فيها وفر كام. طب ما انا فيها وفر، كنت بتشحت ليه فلوس في القناه؟ اتبرع وخليت عيل بنكله. قال لك انا بتبرع نادي الزمالك ب 50 جنيه، ده انت فضحتنا. ده لم نص مليار ما بناش طوبه. وكل العقود اللي عملها حتى سيف، مش هو اللي جاب سيف الجزيري عقد غلط، انا اللي صلحته النهارده. عمل عقد غلط، وشفت عقد زيزو وعقد اوباما وده مش عارف حصل، وكل شروط جزائيه ونروح. انت بتتكلم في ايه؟ والضرايب باعتين جواب ايامك انت 197 مليون جنيه ضرايب. ده احنا بنتكلم فيه دلوقتي مع السيد وزير الماليه، لانه من ساعه ما رجعت من المجلس بنسدد ضرايب شهر بشهر. قلت لكم ده اللي بنتكلمه. وبعدين مين عمرو اتهم ده؟ انا والله العظيم ما اعرف شكله. جاي لجنه معينه ايام اللجان المهببه اللي بتتعين. يقول لك مش عارف بيرسي دون اتبرع ب 50 مليون ومش عارف 100 مليون. فانا بجيب الورق لقيته كل اللي عملوا 2 مليون جنيه لزيزو، و2 مليون جنيه مش عارف لمين تاني كان موجود، لسيف تقريبا، علشان يعملوا اعلان ليه. تبرع ايه؟ انتوا خربتوا النادي قبل ما تمشوا. هو في حد كان يقدر يقابل بيب بيب دون او يطلع له مكتبه؟ كان عامل ذكر؟ لا ما حدش قابلني. والعضوات طبعا. وبعدين حضرتك عايز تنزل الانتخابات؟ تعالى يا ابني تعالى، النادي مفتوح. تعالى يا عم هشام اللي ابنه بيلعب في النادي، اللي هو خد العيال كلهم بتاع عمليات محسن مصطفى يعملوا شكوى اسمه ناصر دون. تعالى اتفضلوا. اللي عايز ينزل انتخابات يا جماعه المجال مفتوح. ففي جمعيه عموميه غير العاديه دي اللي هيبقى فيها اللائحه اللي هم لغوها، اللي هي فيها الاسعار الجديده. حضرتك جيت ووفات خلاص هتبقى 6000 على طول وال350 على طول. حضرتك ما جيتش او ما وفاتش هترجع 30,000 و1000 اللي هو 350 وحضرتك هتدفع الفرق. الكوره في ملعبك. تاني حضرتك هتشرفنا يوم 11 جمعه، موافق يوم 11 واعتمدت اللي احنا عملناه دون لان محتاج اعتماد. هو المفروض كنا نستنى اللائحه، انا قلت على مسؤوليتي بعمله. تعالى اعتمدوا. هيبقى اللي فات خلاص دفعته
اللي هم 6350، وبعد كده ده النظام اللي موجود. حضرتك ما جيتش او ما وافقتش على اللائحه، خلاص انت حر، حضرتك هتدفع الفرق. كنت دافع كام يا بابا يا هانم يا استاذ الفاضل؟ 6000 من 30 هتدفع 24000. حضرتك المفروض كنت بتدفع 1000 جنيه، دفعت 350، هتدفع الفرق. يبقى انتوا عندكم انتوا اللي هو 11/8 هتيجوا، هي ثانيه واحده بتحط صوتك في الميزانيه، انت حر محدش بيشوفك، بتحط صوتك في اللائحه اللي احنا اللائحه الوحيده اللي توافق عليها في كل انديه مصر، ومع ذلك عايز اطبق عليها الاسترشاديه غصب عني، مع ان اللجنه الاولمبيه نفسها ما بتطبقش الاسترشاديه. الحاجه الثالثه، احنا عندنا جلسه ان شاء الله يوم مش فاكر يوم بتاع مجلس الدوله يوم كام؟ طبعا كام؟ 19. انا مش فاكر يعني الموضوع اصلا مش فاكرني يعني. مين اللي قال 19 تاني؟ انت يا اكمل اللي قلت؟ يعني فاكر البوسه دي هتسكتني؟ بتسكني يالا اكمل يالا. بتبوظ المؤتمر يا اكمل. يلا. والله المحكمه لغت قرار العزل. شكرا. ايدته. لا دي قضيتي انا بقى. انزل انتخابات او ما انزلش دي بتاعتي انا. تاني دي بتاعتي انا. بقول تاني وركزوا، دي بتاعتي انا، وانا زهقت وانا قرفت وانا على الاخر، واللي مصبرني اعضاء جمعيه عموميه وجماهير. لكن انت لما تيجي تسال اسرتي كلها يقول لك لا ما تنزلش، كفايه البهدله دي. لا دي بهدله. اللي ياخد 228 مليون من تركي الشيخ حر طليق واخده للنادي مش ليه، واللي خد 151 مليون ليه هو شخصيا بجواب رسمي من تركي للدوله دكتور لويس مرتضى يتبرع بيهم للنادي، هو اللي بيتحبس. بتكلمني في ايه؟ هو في حد رئيس محكمه ورئيس نيابه ومحامي ليه اسمه في العالم العربي ورئيس نادي كبير زي نادي الزمالك ومؤلف كتب في القانون وهذا برلمان من 20 سنه يترمي في السجن عشان قال الخطيب رجع الفلوس الخطيب ورجع ساعات؟ لا ده ظلم. مع احترامي لسياده القاضي ما نطقتش، انا بتكلم على المناخ اللي احنا فيه، ومجرد ما برجع اعزل، وقبل ما يتحبس جمد، وقبل ما يجمد حل. لا فاحنا كأسرة على الاخر. والله المحكمه حكمت وقال لك يرجع، لان العزل ده اختصاص جمعيه عموميه طبقا للقانون، طبق الماده 19 من قانون رجعوها قانون الرياضه 71. خلاص ايا كان جمعيه عموميه هي اللي جابتك هي اللي تمشيك. انا مش حسين لبيب اللي لا اللي الوزير جايبني يمشيني، لا انا جايب لي جمعيه عموميه بتجيبني من 92 لغايه دلوقتي. كنت بنزل في قائمه نور الدالي يسقط الراجل المحترم ده وانا الوحيد في قائمته انجح، حماده امام يسقط وانا الوحيد انجح، كسبت اسماعيل سليم في عز جبروته كان نايم وانا كنت عايده، كسبت كمال درويش 3 مرات وكان رئيس، عشان الاعضاء محترمين فاهمين وجماهير عارفه مين يجيب لهم حقهم. سيبوكم من شويه العيال بتقبض وقرفانه. فعندكم الجمعيه العموميه ان شاء الله، حضرتكم تيجوا تتحملوا المسؤوليه، تنتخبوا لو في انتخابات هيبقى على مقعد، لو في مقعد رئيس يبقى مقعد الرئيس ومقعد النائب الشاغل. احنا رجال قانون بنحترم القانون وبنحترم احكام القضاء. وبنحترم احكام القضاء. حضرتك مش هتيجي خلاص انت حر، مش هتيجي حضرتك، وانا عارف ان الجمعيه العموميه بتبقى سيدات الفاضلات بمتوابير. حضرتك مش عايز تيجي الجمعيه العموميه خلاص، حضرتك دافع كام؟ 6، هيجي لك جواب كام من 24؟ حطهم. حضرتك دافع كام؟ 350. وبعدين انا كنت عامل حاجه ما اعرفش بس زهقتني يعني، كنت مانع اضافه الزوجه الثانيه عشان كل راجل يحترم نفسه ويخليه في اللي اتجوزها مفيش زوجه ثانيه عندي.
فاكتشفت النادي كله عنده زوجه تانية. والله بجد النادي كله بقى زوجه تانية، وبقيت انا الوحيد اللي مش طبيعي. ده واحد. اتنين بقى الاغرب من ده، ان الزوجه الاولى بتجيب لي الزوجه الثانيه هي اللي بتقول له النبي ضيفها. فبقول لها بقى انا قاعد عامل عليك انت وانت صعبانه عليا، انت اللي جايه تقول لي ضيفها او النبي ضيفها. فانا دايما كنت بسال الزوج، هو ده اعضاء كلهم محترمين يعني، اقول له سؤال، هو حضرتك قاعدين في بيت واحد يعني الزوجتين؟ يقول لي لا. ليه؟ يقول لي عشان المشاكل. قلت له انت خايف على المشاكل في البيت وباجي هم الاثنين هنا يعملوا لي المشاكل؟ ف في حاجات احنا عملناها مش هنغيرها. بنحاول بقدر المستطاع بنحافظ على كيان الاسره. وانا لما بمنع الشورت والشعر الطويل بتاع البنات اللي هو زي بتاع البنات، انا عايزين جيل من الشباب رجاله زي الواد محمد ناصر ده بتاع الاخوان ده اللي لابس حزازه ومزازه بيقعد يعمل كده، يقعد يتهز زي البت صفينار الرقاصه. عايزين رجاله لابس لي جزمه لميع. عامل له فيديو قريب هينزل بعد خلال يومين عشان نرد عليه، عشان انا لما اعلنت عن الحزب فقال لك كومبارس جديد نازل رئاسه الجمهوريه. طب لما انا كومبارس الواد زوبع اللي هو زي المعزه تمام بقى له اسبوع بيشتمني، والواد اللي موقف شعره ابن شاديه معتز مطر ده، وعيل عبيط اسمه احمد سمير طالع في الموضوع الجديد شكل الواد ابن بواب العماره عندنا. تمام. هو انا لما كنتوا مهتمين بيا ليه كل يوم تشتموني؟ لا ده انا جامد قوي بقى يا اخوان. وعشان كده هنا في نادي الوطنيه والكرامه بني ادم اخوه مدرب كبير ورمز كبير الله يرحمه شتم الجيش، جيش بلدي، خدت منافات الله تبارك النادي. لن اسمح في نادي الزمالك باي حد يهين جيش البلد، لان ده الجيش اللي حمينا، الجيش اللي احنا فرحانين بيه في 73 لما انتصرنا. ده نادي الوطنيه والكرامه. بس يا رب يكون لنا كرامه عند ناس ثانيه بدل البهدله اللي احنا بنتبهدلها كل يوم.